ده الفراخ وده القلقاس. القديم. واو، قولوا عننا البقاء. الله ما شاء الله ما شاء الله. واو واو واو. ده فراخ في عرقها. يا رب يا رب. حبة زيت، حبة عصير ليمون، حبة كركم، متبلاها انا حبة بابريكا، حبة زيت، حبة خل، حطي بقى جميع التوابل اللي انت عايزة تحطيه. حطي توم باودر، بصل باودر، تبلي الفراخ زي ما انت. دي حاجة ترجع لك انت. التوابل اللي انت ليكي مزاج تحطيها حطيها. ابدأ وتنزلي بالفراخ. تديلها صدمة. تديلها صدمة في النار كده، على النار. كده تقلبي الفراخ. ما شاء الله ما شاء الله. تقلبي وهتسويها في عرقها كده، وهتسويها بقى في عرقها. مش هزودها شوربه ولا احط لها ميه ولا حاجه. زوديها لو عايزه سنه ميه، بس كده هتسويها انت بقى. حطي بصلها وطماطم وفلفل كده. بعد ما تديلها صدمه من هنا ومن هنا، وتحطي عليها البصل بتاعها. البصل كده حطيتي هنا بقى. احط عليها الفلفل على الطماطم. كده الفراخ بتاعتي. يا رب يا رب. كده الفراخ بتاعتي اهي. هسيبها بقى وهدي عليها وهخليها تستوي على الهادي. كده الفراخ بتاعتي هتستوي براحتها. تهدي عليها النار، ولو احتاجت سنة مية عشان السوي اهو. وتسيبيها بقى تستوى من غير شوربة من غير حاجة، وتسيبيها تستوى كده في عرقها. ده الفراخ اللي استوت في عرقها.
ده الفراخ استوت ما شاء الله، استوت ما شاء الله. ما شاء الله. دي فراخي اللي استوت في العرق بتاعتها، في عرقها. ما شاء الله ما شاء الله. ولا الطعم حكاية، والصوص بتاعها. دي الفراخ سويتها في عرقها وعملت لكم الفيديو من غير بقى شوربة ولا مية ولا اي حاجة. ما شاء الله ما شاء الله. بالهنا والشفا. الصوص بتاعها حكاية. بالهنا والشفا، بألف هنا وشفا. نطلع ورقة اللورة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شعرية لسان عصفور. طبعا ما تغليش الشوربة على لسان العصفور كتير، يدوبك تغلي وتفرق وتطفي عليه. لو ما عندك الشوربة الا حاجة بسيطة، حمري الشعرية وانزلي عليها بالمية السخنة، وبعد كده ابقي زوديها الشوربة الاخر عشان ما تشربهاش، وما تغليهاش قوي عشان الشعرية ما تشربش الشوربة. ادي الشوربة لسان العصفور، ما تخليهاش تغلي قوي عشان ما تشربش الشوربة. انا بعمل ايه النهارده؟ الشوربة انزل عليها بالقلقاس. قلقاس مخدر النهارده. حط الشوربة، حط القلقاس، والشوربة بتغلي، والشوربة بتغلي عشان ما ينزلش حاجة منه. التومة بتاعت الخضرة، هعمل التومة بتاعت الخضرة بتاع القلقاس. هعمل التومة بتاعت الخضرة بتاع القلقاس. شمي بقى الريحة بتاع الخضرة بتاع القلقاس. التومة والخضرة بتاع القلقاس. امي الله يرحمها كانت بتحب تحط معلقة طماطم على الخضرة بتاع القلقاس، كانت بتحب تحط معلقة طماطم. ده كله عمايل امي، ادعوا لها بالرحمة، ربنا يرحمها ويغفر لها يا رب. كانت بتحب تحط معلقة طماطم على الخضرة بتاع القلقاس. هنا بقى عملت التومة، ضربت الخضرة بتاعت القلقاس وحطيتها على التومة، احط لها معلقة طماطم واحط البهارات بتاعتها بقى 7 بهارات، حبة كمون، حبة كزبرة، حبة فلفل، وطبعا الشوربة فيها كل حاجة. من كل اللي يشوف الفيديو يدعي الأم بالرحمة، لان ده كله تعليم امي. عايزة اللي يشوف الفيديو
بتمنى منكم ان يدعوا لها بالرحمة ويغفر لها يا رب ويسكنها فسيح جنات. حبة شطة، حبة بابريكا، حبة بهارات، هنا القلقاس يغلي في المية. اهو القلقاس اهو بيغلي في المية، تنزليه على مية مغلية على الشوربة بتغلي، تنزلي القلقاس على الشوربة بتغلي عشان ما ينزلش حاجة منه، لان القلقاس ما بيتغسلش. القلقاس ما بيتغسلش، لو غسلتيه بيفقد المادة الغذائية بتاعته. لو غسلتي القلقاس بيفقد المادة الغذائية اللي فيه. المادة اللزجة دي ما بتتغسلش، المادة اللزجة ما بتتغسلش. ساعة ما القلقاس بينزل على الشوربة بتغلي، بتعملي التومة بتاعته والخضرة وتسقطيها عليه على طول. كده التومة، كده الخضرة بتاع القلقاس، كده الخضرة بتاع القلقاس هتنزليها على طول على القلقاس كده هتنزلي. شم الريحة بقى بتاع القلقاس، احلى طبق قلقاس هتاكليه. هنا نزلت الخضرة على القلقاس. طبعا انا ما بحبش احط خضرة بس، ولازم احط معلقة طماطم على ايام امي، لازم بتحط معلقة طماطم. شمي بقى الريحة، تحفة تحفة. كمان هقول لكم تاني، القلقاس ما بيتغسلش. القلقاس بتقطعيه وتفرزيه، وساعة ما تيجي تحطيه في الشوربة تنزليه على طول شوربة مغلية، شوربة مغلية عشان ما ينزلش المادة اللزجة بتاعته. المادة اللزجة دي المادة الغذائية بتاعته، لو غسلتيه بيفقد المادة الغذائية بتاعته. ده القلقاس. دي الزبدة اللي انا عاملاها على ايدي. شمي بقى ريحة السمنة، شمي ريحة الزبدة مع تحمير الحاجات دي كده، مع تعمير الشعرية وتعمير الحاجات دي، تحميرها ريحتها تحفة. دي خلطة سمنة انا عاملاها على ايدي. ده الشعرية، هعمل الرز واحطها عليه. انا عملت الرز بالشعرية وهزوده. هنا هزود المية. بحب احط له حبة فلفل. ده الرز بشعرية. سمنة يتردد بقى.